وسهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. وانا طبعا الفترة دي نشيطة جدا معاكم وبنزل فيديوهات على طول، لان اليومين دول بقى الكل كده بيجهز لرمضان وكمان بينظف بقى تنظيفات رمضان، فبحب بقى ان انا اشارك معاكم الحاجات دي. فهنا هكمل لكم في الروتين ده باقي كده التفريزات بتاعتنا. طبعا اللي ما شافش الفيديو بتاع التفريزات، اول فيديو في التفريزات حلو جدا واتفرجوا عليه، هينفعكم جدا يعني هيبقى مهم قوي في رمضان، وخدوا منه افكار حلوه. فقبل ما نبدأ او قبل ما نقول اي حاجة، اللي لسه اول مرة يشوف قناتي ومش مشترك فيها ما ينساش طبعا ان هو يشترك في القناة، واهم حاجة تكتبوا لي كومنت حلو كده علشان بتشجع جدا بالكومنتات بتاعتكم. ويلا نشوف معانا تفريزات ايه. اهم حاجة عندنا في الخضار، يعني الفيديو ده كده عبارة عن خضار، هعمل طبعا تفريزات الخضار. جبت بقى هنا كده بسلة حلوة جدا وهتنفعنا في رمضان. هنظبط بقى كده على قد الأكلة بتاعتنا، ووقت ما هنحب نعمل خضار طبعا احنا في رمضان هتلاقينا بقى بنعمل أصناف كتيرة، فدايما هيكون معاها خضار. هنا بقى جهزت البسلة وفصصتها كده، وقطعت عليها كمان الجزر بتاعها، وقلت اعبيها بقى في اكياس. كل كيس كده حطيت فيه يعتبر كوبايتين، لان انا ما كترتش خالص علشان الاكل لو فضل لتاني يوم بيبقى وحش الصراحة. فانا عملت على قد اكلتنا بالظبط، يعني احنا بعمل مثلا طبق واحد خضار، لان ملناش في الخضار قوي، فطبق بيكفينا. فعلشان كده عملت على قد يعني الكيس كده عبارة عن كوبايتين. المهم عملت 16 كيس حلوين جدا وهينفعوني زي ما قلت لكم في رمضان. نيجي بقى لتاني حاجة، ودي من الأساسيات ولازم تكون عندنا في الفريزر، سواء بقى في رمضان أو غير رمضان، لازم يكون عندنا طماطم متفرزة. دي بقى في اليوم بتنجزنا الصراحة، اليوم اللي بنبقى مش عارفين أو مثلا ورانا حاجات كتيرة ومش لاحقين نعمل غدا، فطبعا الطماطم أو الصلصة بتدخل في 3/4 الأكل. فدي لما بتكون معانا في الفريزر ما بنشتلش همها بقى ان احنا نجيب طماطم ونعصرها والكلام ده كله. فانا بسبكها وبجهزها. طبعا مش بحط لها بصل ولا توم ولا اي حاجه، انا زي ما انتم شايفين بقى بعملها بطريقه حلوه جدا وبيبقى طعمها حلو. بحط بقى زي بقشرها، انا ده كانت عندي في الفريزر، فانا شلت الجلد بتاعها بحيث ان انا ما تتعبنيش وانا بصفيها. فحطيت بقى عليها بنجر كده بعد ما شلت كل الجلد بتاعها من الفريزر. لكن طبعا لو هي مش من الفريزر مش هتعرفي تشيل الجلد، فبتضطري ان انت تقطعيها وتحطيها في الحله، وبعد ما تتعمل معاكي بتصفيها بقى عادي. فانا قلت اختصر الفقره دي علشان يعني بتتعبني جدا ان انا اصفي كده الطماطم. وقطعت عليها بنجر بقى، وزي ما انتم شايفين البنجر بيخلي اللون بتاعها حلو قوي، يعني حتى لو انت معاكي طماطم لونها باهت شويه، البنجر ده بيخليها زي ما انتم شايفين لونها حلو قوي. سبتها بقى لحد ما بردت خالص، وبعد كده عملتها بالهاند بلندر، وبرده الهاند بلندر حلو قوي. يعني اللي ما عندوش الجهاز ده يحاول ان هو يجيبه، لان هينفعك جدا في الحاجات اللي زي دي. يعني انتوا شايفين كمية الطماطم، لو انا بعملها في الخلاط هتاخد وقت وكمان هتبقى مجهود، لكن الحلة لسه فيها الطماطم زي ما هي كده على النار. بالهاند بلندر بقى وبفرم كل ده و... وزي ما قلت لكم ما رضيتش ان انا اصفيها، لان طبعا ما فيش عليها جلد ولا اي حاجة. وهبدأ بقى اعبيها كده في الاكياس. انا بحط ممكن 3 كبشات كده او 3.5 في الكيس، على قد برضو الخضار، يعني نعمل الخضار ونعمل الصلصة بتاعته، بحيث بقى في رمضان ما نقفش كتير. لان انا طبعا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات انا مش بفرز كل الحاجات، يعني حاجات معينة اللي بعملها بتسهل عليا الاكل، لكن بحب الاكل يكون طازة. يعني مثلا اللحمة المفرومة اطلعها اعملها في وقتها، كفتة مثلا، لو فراخ بطلعها في وقتها واتبلها. فانا بحب ان انا اعمل الاكلة في يومها عادي. المهم لكن الحاجات دي اساسية هتسهل عليكي بقى الاكلة نفسها، زي الطماطم زي ما قلت لكم والخضار والحاجات دي، يعني حتى من غير رمضان مهمة قوي. المهم عملت برضو كذا كيس كده، بتهيالي كانوا 12 كيس معايا. هشيل بقى يعني هقطع كده الكيس من فوق علشان ما ياخدش مكان معايا في الفريزر، لان احنا اليومين دول محتاجين الادراج بتاعه الفريزر بقى عشان طبعا تخزين رمضان وكده. فبشيل الاكياس من فوق علشان ما تاخدش مساحه. نيجي بقى لتالت حاجه هنفرزها، ودي بالنسبه لي سحر. يعني انا الاول كنت بقول لا، يعني البصل مش هيبقى حلو وهو متفرز، ما جيتش مثلا من بصلايه كده اقف افرمها.
لكن لما جربت الطريقة والصراحة لقيتها حلوة جدا وبتنفعني. لما باجي بقى، لان انا طبعا الصلصة مش بعملها بالثوم والبصل بتاعها، فلما بطلع كيس صلصة مش كل كيس مثلا هفرم بقى بصل واقف اقشر البصل وكده، فنفعني جدا. يبقى عندي كده البصل متفرز عندي في الفريزر، بطلع بقى الكيس عندي ويعني باخد كده على قد الطماطم اللي معايا، وبعين الباقي برجعه تاني في الفريزر. فزي ما قلت لكم، اللي مستصعب الموضوع او مثلا اللي بيقول مش مستاهله ان احنا نفرز بصل، فحلو قوي وجربوه والله ينفعكم جدا. وهيبقى يعني مش هياخد من وقتكم حاجه، يعني هتلاقي الاكل بيخلص معاك بسرعه. الأكلة لما بيكون مثلا فيها حاجات كتير ومحتاجة بصل مفروم، محتاجة طماطم تتعصر، يعني محتاجة كذا حاجة، لما يكون ده معاكي جاهز في الفريزر هيسهل عليكي الوقفة في المطبخ. وكمان زي ما قلت لكم عايزين نستغل رمضان بقى في العبادة وقراءة قرآن، ما نقعدش واقفين في المطبخ وقت طويل، لأن احنا لو دخلنا المطبخ هتلاقي الحاجات ما بتخلصش. الفطار بقى ومواعين الفطار، وهتلاقيكي يا دوب بترتاحي شوية، جاي عليك السحور والمواعين بتاعة السحور والحلويات، فانت هتلاقيكي ما بتطلعيش من المطبخ خالص. انت زي الشاطرة كده اعتمدي بقى الحاجات دي، ولو لسه ما فرستيش حاجة اعملي حتى الأساسيات دي، هتنفعك جدا وهتريحك قوي في شهر رمضان. وبرضو ادوني افكار، يعني عرفوني فرستوا ايه رمضان، يعني ناخد افكار كده من بعض، يمكن مثلا انا ناسيه حاجه كده، او مفيش حاجه على بالي، فناخد كده افكار من بعض، حاجات تسهل علينا الوقفه في رمضان. هجيب بقى الاكياس كده وهحط في كل كيس شويه، وهبدا بقى ان انا افردهم كده كويس جدا في الكيس، بحيث ان انا لما اطلع الكيس يعني اعرف ان انا اكسر منه بسهوله، يعني على قد كده الصلصه بتاعتي اكسر منه بسهوله. هعمل بقى يجي 4 أكياس بتهيالي أو 5 كده، يعني حجمهم حلو، وكمان هينفعوني يعتبر طول الشهر. لو انا احتجت ممكن اعمل تاني عادي، لكن بعمل على قد اللي يكفيني. وخلاص بقى، كان هنا يعتبر دي التفريزات بتاعتنا بتاعت النهاردة. استنوا بقى ان شاء الله الفيديو الجاي هنفرش بقى زينة رمضان في المطبخ، بما اننا خلصنا تفريزات. وهنا كنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، واقول لكم على السلامة.